صقور ممكن هذا ما فهمت، ما لا اتفق مع محمد. شوف انا كلاعب وسط انا يهمني لاعب مثل صقور، لاعب اللي يخلق لك مساحه. اوكي الفينشنج عنده سيء جدا، لكن هذه مسؤوليه المدرب لوران بلان. احنا نشوف الان في اوروبا في العالم كله راه الظهير ايسر وظهير الايمن مش لازم يكون عنده فنيات زي كانسيلو ولا زي كافو ولا روبرتو كارلس، لا انا اعطيني الموجود اللي عندي. انت اتحاد عندك الان صقور وعندك شنقيت، عندك ظهيرين يعني تحمد ربك فهمت. في فرق ثانيه ما عندها ظهير مثل نفس النوعيه، انت لازم عندك التنوع. يعني احيانا تحتاج لسرعه تدخل الصقور، وزي ما قلت انت الان في كور لعبهم عرضيات. بنزيما كان متاخر لان بنزيما البوزيشن حقه متاخر لانه دائما ياتي متاخر. انت كمهاجم بنزيما اسهل انك انت في الريال 9.5، انت الان تلعب 9 صريح. وبعدين القيادي لازم تخلي اللاعبين سبورت ليك وساندين ليك، ما تصرخ. راهو رفعه اليد هذه احنا خديناها من زمان ونلعب في كوره. انت لاعب حتى يبدا مسكين عادي تقول له كده من لاعب كبير مسكين يدخل معناها معنويا ذهنيا يطلع من اجواء المباراه. ولكن لاعب عمره 28 سنه يمشي في المساحه كويس بس لكن ما يرفع راسه. كابتن ممكن زحمه، تشوف الرياض فتره هذه زحمه فهمت. ما عادي، ما أنا هو لازم قلت لك المدرب هذا. روح شوف لوران بلان، انا عندي ديما عندي قاعده مدافعينه وحارس مرمى كل ما كبر زاد عطاء وتألق وزاد الخبره. معلومه توجيه في لاعب الوسط ولا مهاجم يقول لك لا شلون هذا سيء يطلع، لكن في خط الظهر والحارس كل ما يكبر يتعلم. ولوران بلا عليه خدمه كبيره وشغل كبير انه يحسن اللاعبين. انت كنت بتتكلم على مبارتين، انت بتشوف لي فريق اتحاد انتشاره في الملعب سيء جدا. لا بس كابتن انت قاعد تتكلم على حاله. انت ما تحب صقور اسمع لا بالعكس صقور صديق، ترى صديق عزيز جدا. والله ما اسمع في الصقور انا على صعيد شخصي او له كل محبه وتقدير. بس يا اخي الصقور في لحظات كثيره فواز الله يعطيه العافيه. انا بسالك سؤال وبسال الشباب وراهنت على النقطه هذه. عرضيه مهند الشنقيطي لبنزيما امام التعاون لو انعادت 50 مرة مع الصقور لن يفعلها مثل ما فعلها مهند الشنقيطي. وانا بزيد اعقب عليك، بنزيما هو اللي راح الكوره مش في شنقيطي يلعب بالكوره، هو اللي راح الكوره. ليش لو تلاحظت بنزيما عرف مهند يسمع عرف منطقة لعبها بالطريقه هذه. لا محمد كابتن بس أسألك سؤال، كم مرة وصل الصقور بنفس المكان اللي وصل فيه الشنقيطي؟ كثير. كيف كانت عرضياتها؟ اوكي عرضياتها سيئه، انا معاك اتفق معك. انت لما تتكلم اليوم تقول لي لوران بلا مو دوره اليوم. انت لا مدرب دوره هذا، مش هذاك مدرب مدخل مش دوره. لك بوصل لك فكرتي بس وجهه نظري اليوم. فواز الصقور في عمر انا اعتقد انه ما هو العمر اللي انت اليوم تقدر تغير من اللاعب وتطوره. لانه دقيقه كابتن اسمعني، لانه اليوم فواز 28 سنه، اليوم فواز مو 20 عشان تقدر تقول والله لسه دوبه يتعلم ابدا اغير فيه ابدا اعدل فيه. فواز اليوم 28 سنه تعود على نوعيه معينه من الانطلاقات خرافيه. انا اكاد اجزم انه الافضل في الدوري السعودي كانطلاقات وكفتح مساحات. ولكن لما يجي يعرض فواز كانه يعني ما ابغى اعطي مثال يعني يفعل الكوره. لا ما هو صديق اعطيه مثال. لا اعطيه مثال زين. فواز هو يوصل لحد معين في الملعب وكانه يجي امر ارفع. يعني محمد خلاص ارفع ايا كان، في احد في المنطقه ما في احد، معايا لاعب ما معايا لاعب. يعني احيانا فواز يوصل المنطقه في الطرف يقدر ياخذ ترى خطوتين ثلاثه لحاله. لا هو يفضل انه يعرض. طب ادخل على المنطقه روح شوف. اتفق معك تماما، لكن اللاعب عنده مجال للتطور. مدافع دائما كل ما يكبر كل ما يزيد انا خبره وينجي ويتطور. انا تعرف لو مدرب ما قلت لك الافكار تختلف. انا لو مدرب انا احتاج لاعب مثل الصقور. انت ما عندكش السرعه في الثلث الاخير اتحاد. في مباريات اذا انت بتلعب بالضغط العالي اللاعب الشنقتي، لكن اليوم تلعب انت تقبل اللعب تحتاج لاعب مثل صقور يفتح لك اللعب. احيانا في الفريق لازم يكون عندك واحد يطير العين زي ما يقولوا يطير الحسد. لازم في اي فريق في العالم. انا مر علي في جميع الانديه تلقى لاعب يسوي في كل شيء الا اللمسه الاخيره، وهذا يساعدك. ممكن تجي تشوف الاحصائيات تلقى احصائيات اقل واحد، لكن لو تشوف تاثيره وخلق المساحات ينفعني هذا، لان هي ادوار متنوعه في الملعب. لكن حتى نتكلم على مثلا لوران بلان، الفريق الان لسه ما شفنا وقفه اتحاد في الملعب بالشكل الجيد. ولكن نقطه بس كابتن طارق، انه مهند الشنقيطي يوم جاء بديل يعني بلغه الارقام اكثر لاعب صنع فرص بالاتحاد، فرصتين من دقيقه لعب. هذا يوضح لك يعني تاثير مهند الشنقيطي على فواز السكور. فالناس تطالب مهند الشنقيطي على فواز عشان هذه الناحيه. ما شوف دخل الشوط الثاني والاتحاد ضاغط فوق. ما قلت لك انت كل واحد يحس بطريقته. هذا مدرب رؤيه مدرب. احيانا المباراه تحتاج محمد ما يحتاج عبد الرحمن،
نحتاج واحد سريع، مباراة ثانية نحتاج عبد الرحمن لأن اللاعب يستعود يمسك الكرة. كل مباراة واحتياجاتك، ما فيش ان هذا مو كويس وهي مو بالشكل مثلا باللاعب ولا بكذا، لا على حسب. ما لاعب اساسي كان، اساسي قلب دفاع. اي اساسي قلب كان دفاع. هو اللي اضطر لورن بلان اتوقع انه ما لعبه ظهير، انه ما في عندي قلب. واعتقد حتى مباراة نزيدك شوي، مباراة الخلود عنده الفقيه لاعب كادش ظهير وما يصلح كادش ظهير، لاعب عمره 34 سنه هو يلعب في السنتر لاعب ظهير، شلون؟ او عندك فقيه او لسه ما شفناه. كابتن هو قلب دفاع، كادش قلب، لانه يبغى ثلاثه ورا. هو ظهير بس كقلب دفاع. هو هذاك اليوم لاعب ظهير مباراة الخلود، بس ما يطلع، لعب ثلاثة. اوكي لاعب ما يطلع، لاعب 53، لكن انت قتلت لاعب. انت مباراة الخلود المفروض تهاجم من الوديات كذا كبرياء الفريق. مباراة مع احترامي الفرق مثل المتوسط الترتيب، حتى يوم مثلا نجي مثلا مباراة الهلال وضمك 3-2، لكن انا الهلال عندي كبرياء طبيعي بنترك مساحات، هذيك طبعا للاعب سواء من الناحيه الفرديه التوازن كيف اللاعبين يكونوا في الملعب. كابتن انت عارف اول تسديده على المرمى للاتحاد قدام الخلود متى كانت؟ تعرفه 97 الهدف الوحيد هو الهدف الوحيد، ما فيش ولا تسديد. طيب انت الخلود والاتحاد، انا ما عندي نادي انا مكتسح قدام بالظروف الحاليه. لكن انت اتحاد الهيبه عندك شخصيه، لا فكلام موهب. انت عندك الفعل والمبادره. انا تعرف الفرق كبيره انت عندك الفعل والمبادره، مش عندك رده الفعل. انت لازم تسيطر على المباراه، تعرف كيف تقيم مباراه. اوكي الخلود عنده لاعبين كويسين، لكن انت تتكلم عن تاريخ. لهذا مثل الاهلي ولا الهلال ولا الاتحاد والشباب اللي عندك الكبيره، لازم تكون انت عندك الفعل والمبادره، مش رده الفعل. عندك اللاعبين بنزيما الحاله بس ما يخوف، لكن بنزيما طارق مكانه وجاي نص الملعب، طبيعي انا كمدافع مرتاح، خلي بنزيما بين 30 متر خليه هناك. لازم حتى اللاعبين ياخذوا المسؤوليات في الملعب. خلينا المدرب ديما احنا نحطه معنا في شماعه المدرب، لكن حتى اللاعبين لازم في الملعب تكون عندهم مسؤوليات. بنزيما لازم يكون قيادي. انا بنزيما راح حتى في مات ريال مدريد مش مقتنع بقيادي، شال كابتنيه لكن نوعه مش قيادي. لكن شغف بنزيما في المباراه الاخيره يثبت لك انه قيادي، يعني كبديل ويتحمس بلنتي عوار. حتى دوره هذه مؤشرات ضروري، قصدي دوره القيادي يكون بالشكل هذا، فهمت؟ لان تحتاج الاتحاد لان كل لاعب يقفوا مع الفريق، تعطي حتى اللاعبين، حتى فقيه يدخل لازم تشجع اللاعب، صقور حتى لو العرضيه كانت سيئه لازم تشجع اللاعب. كرة قدم معنويات، انت تنهي اللاعب بالطريقه هذه. ممكن قال لك عبد الرحمن يوم زعل هو على بنزيما صقور، ممكن معد مش حيكون اساسي. ليش؟ بنزيما فرد من المجموعه، اوكي لاعب راس مشروع، لكن انت فرد في المجموعه، المفروض تكون قيادي بتم معنى الكلمه. وكابتن انت افهم